اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض صينية كنافة كده بالمهلبية تستاهل بوجكم. بس أول حاجة كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. ده الشربات أنا عملته أول حاجة بس علشان يبرد. عملت 3 كوبايات من المية وزيهم 3 من السكر. انا ما بحبش الشربات بتاع الكنافة يكون تقيل صراحة، كنت بعملها بالشربات تقيل قبل كده بتكون ناشفة، احنا ما بنحبهاش ناشفة، فبحط المية قد السكر وبخلي الشربات وسط، لا تقيل ولا خفيف. حطيتهم على النار 3 كوبايات سكر و3 كوبايات مية، وعليهم نص ليمونة، وعليهم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز ورشة من الفانيليا، ولحد ما وصلوا للقوام اللي انا محتاجاه، وطفيت عليهم النار. بعد كده معايا هنا كوباية من الحليب، وعليها معلقتين كبار من النشا، ومعلقة من السكر. ممكن تستغنى عن معلقة السكر، بس انا بحب اسكر المهلبية اللي في قلب الكنافة، يعني بحب يكون فيها ريحة سكر. هندوبهم كويس على البارد، وبعد كده هنرفعهم على النار لحد ما المهلبية تتقل معانا وتاخد غلوة كده على النار، علشان ما يكونش فيها طعم النشا، يكون النشا مستوي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا بتغلى هي، هطفي عليها النار، وبعد كده هنروح نعمل الكنافة. ده نص كيلو كنافة كان عندي في الفريزر، طلعته وهريتها كده وهي ساقعة. انا بحب شهريها ناعم، افتفتها ناعم كده، بحبها تكون يعني ماسكة نفسها شوية كده. صراحة انا بحبها وهي صبحة اكتر وماسكة نفسها، ما بحبش اللي بتطلع من الفريزر المهرية الناعمة جدا دي. لا بحسها مش حلوة. فبسيبها يعني شوية كده تكون ماسكة نفسها، وفككتها من التلج، وبعد كده سيحت معايا شوية من السمنة. هعملها بس يعني هضغطها ضغطة بسيطة كده، وهعمل لها حرف للصينية علشان المهلبية بتاعتي ما تطلعش من الحرف بتاع الصينية وتتحرق. هديها رشة من السمنة، هشربها سمنة كويس يعني مش رشة بسيطة، هغطيها كلها تشرب من السمنة زي ما انتوا شايفينها كده، ومدين الصينية برضو كمية سمنة حلوة من تحت. وهنزل بكمية المهلبية بتاعتي في النص. ممكن تستبدليها بكاستر، ممكن تستبدليها بمهلبية برتقال، ممكن تستبدليها بمكسرات عادي اللي تحبيه. انا بنحبها دايما نعملها بالمكسرات، بس يعني ساعات كده بنحب نعملها بالمهلبية، سهير بتطلبها فبنعملها بالمهلبية. هنغطي الطبقة التانية من الكنافة كده، بس مش هنضغط عليها علشان ما ينفعش نضغط والمهلبية في قلبها. هحطها وهسويها بالراحة ضغط، يعني بصوا على البسيط خالص كده، وهسوي الحراف بتاعتها، مش هنخلي فيها حاجة باينة. حابة تضيفي كمان مكسرات على المهلبية ديت، جوز الهند، زبيب سوداني، لو عندك حابة تضيفيهم بتضيفيهم برضو، بتبقى طعمها حلو. هنظبط الصينية بتاعتنا، وكمان هنديها سمنة من على الوش، هنشربها برضو بسمنة حلوة من على الوش. حابة تضيفي السمنة على الكنافة كلها من الأول وتعمليها اعمليها. بصوا فاضل شوية شلتهم كده صغيرين، هنعملهم في الصينية الصغيرة ديت، علشان عندي أبو محمد يعني دايما يعني مالوش دايما في مهلبية قد كده، يعني دايما بحب المكسرات أكتر. فعملت له شوية الصغيرين دول، هي كانت حلوة بس جت رقيقة جدا، يعني كان شوية الكنافة صغيرين بس كانت رقيقة شوية، بس برضو ما شاء الله عليه والله كانت طعمها حلو جدا. وسكرها مظبوط، مش معسلة جو، ومش سكرها مش دلع. ضغطت الطبقة اللي تحت كويس، وبعد كده رشيت شوية من الزبيب وجوز الهند، لو عندك سوداني ضيفيه. وحطيت الطبقة التانية ورشيت عليها برضو السمنة، وهنضغطها بقى دي تنضغط كويس، دي ما فيهاش مهلبية ولا فيها اي حاجة. هنحط السمنة وناخدهم على الفرن الاتنين مع بعض. انا طلعت اللي هي الصغيرة دي الاول، علشان انتوا عارفين البايركس ما بياخدش وقت في النار يعني. جبت صينية ألمونيا تانية فاضية، حطيت فيها الصينية دي علشان حسيتها هتتحرق من تحت بسرعة. دي جلبتها زي ما انتوا شايفينها من تحت علشان تاخد لون حلو من فوق، بتتشعوط بس كده من فوق، وحطيتها على الصينية دي ودخلتها بس حاجة بسيطة. وبعد كده طلعتها واديتها الشربات. بصوا الشربات ما شاء الله عليه حلو، ومش تقيل يعني قد كده، ومش خفيف زي شربات البسبوسة، متوسط.
شربتها الكمية الكافية بتاعتها، وكفيت عليها الصينية زي ما انتم شايفينها، وطفيت الفرن ودخلتها على حرارة الفرن شوية، بتكون طرية وما شاء الله عليها طرية وجميلة جدا. كانت عاملة ايه سور الكنافة؟ كانت حلوة، بس يا ريت كنت عملت صغيرة بالمهلبية. الصغيرة اللي عملناها بالمكسرات؟ كنت عايزاها بالمهلبية اخرى. مم. سور بنتي عايزة مستودع لبن تقعد فيه. مع اني سبحان بصوا الله مش بشرب اللبن. بصوا الكنافة ما شاء الله عليها، قطعنا منها بالليل واحنا قاعدين كده. عايزة اقول لكم مش بايت منها حاجة، ما شاء الله عليها تحفة وطعمها جميل جدا. بصوا طالعة قطع زي ما انتم شايفينها كده، احنا بنحبها طرية مش بنحبها ناشفة. الناشفة بنحبها في اللي هي البورمة الصوابع، بحب اعملها تكون ناشفة، انما اللي فيها مكسرات او مهلبية زي دي بنحبها طرية. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.